أهلا بيكم في قناتي كوكوت شريفة. وصفاتنا تتميز بطعم زمان للمطبخ المصري الأصيل. اليوم نقدم لكم فخذة الخروف مع أرز الكبسة بالزبيب واللوز. نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. الآن نبدأ بتحضير الفخذ بفصل عظم الساق عن الفخذ وعمل 3 شقوق في الفخذ بالسكين. الخلطة: معلقة كبيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة زعفران، ربع كوب مي بصل. ندهن الفخذ من الوجهين جيداً قبل وضعها في الطاجن. وضعنا ورق الألومنيوم ثم نصف كوب ماء ثم ورق الزبدة ثم الفخذة، وغطيناها بورق الزبدة والألومنيوم بالكامل بطبقتين، وتوضع بالفرن على حرارة 250 لمدة ساعة، ثم نخفض إلى 180 لمدة ساعتين. لدينا 3 أكواب ونصف من أرز البسمتي. بعد غسلها عدة مرات نصفيها جيداً ونغطيها بالماء المغلي لمدة 20 دقيقة، ثم نضع طنجرة على النار بها ربع كوب من الزيت مع معلقة كبيرة من السمن، ونضيف الفلفل الأسود صحيح والليمون الجاف وأعواد القرفة والورق اللورة مع بصلة صغيرة مبشورة ومعلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة هيل مطحون. ثم نصفي الأرز ونضيفه مع الماء ويترك على نار عالية لمدة 5 دقائق، ثم نخفض النار ويترك 5 دقائق أخرى، ونضيف إليه صبغة الزعفران ونغطي القدر ونتركه 15 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج، ثم نبخره بالفحم والسمن حتى يعطينا رائحة الشواء. بعد أن سكبنا الأرز نضع فخذ الخروف على الأرز ونضيف اللوز المحمص والزبيب ونقدمه بالصحة والعافية.